الكل يترقب قرار مركز التحكيم في القضية اللي رفعها نادي النصر على مشاركة أو أهلية مشاركة اللاعب محمد كنو. حتى اللحظة هذه ما في أي قرار. سألنا يعني، وأنا أتوقع زي ما قلت لكم يعني اليوم عطوهم لين 9 الصباح آخر موعد للرد. وصلت الردود من اتحاد القدم ومن نادي الهلال. ما أتوقع يمكن الليلة، يمكن على بكرة الخميس راح يصدر القرار النهائي في هذا الموضوع. طبعا في حرص انه لازم القرار يطلع قبل بداية الجولة 29 اللي راح تكون يوم السبت القادم. فيعني الخميس بالكثير راح يطلع القرار. التوقعات انه لن يكون هناك اي تغيير على سلم الترتيب، لكن كل شيء وارد. لكن اعطيناكم يعني انا توقعاتي الشخصية ان الموضوع لن يحدث اي تغيير في ترتيب الدوري، لانه أنا ماني متخصص في الجانب القانوني ولا أبغى أدخل في بحر القانونيين. ومع الأسف الدوري السعودي صار النجوم والقانونيين ما هم المدربين. يعني هذا دوري انصرف عليه مئات الملايين ومليارات عشان يكون نجومه المدربين. نجومه نونو سانتو، نجومه كريستيانو رونالدو، نجومه سالم الدوسري، نجومه حمد الله، لا نجومه المستشار القانوني في نادي كذا، ومكتب المحاماة في المكان، ورئيس لجنة والمحكم. وش الدوري ذا؟ وش الدوري ذا اللي كله أهم نجومه هم المحامين والقانونيين؟ يعني مع احترامي تقديري موجودة في كل العالم. في قضايا تصير مرة في الموسم مرتين، احنا ما شاء الله مباريات في الملعب وقضايا يعني. واللجان تشتغل، اعتقد لجان الاتحاد السعودي والجهات القضائية في الرياضة السعودية تشتغل أكثر من أي قطاع رياضي في أي مكان في العالم. لأنه في ناس يبون في الملعب، ما خلص في الملعب ضبطها مكتب. يعني نحاول نتنافس بأي طريقة، يعني يا أفوز عليك في المباراة، تفوز عليك في المباراة يعني أجيب مدرب، أجيب لاعبين أجانب، أسوي برنامج إعداد، صفقات، قصة. وممكن لا 2 محامين شطار، بلا يا عمي بلا مدرب بلا لعيبة، احنا نجيب الدوري يا حبيبي بمذكرة تفسيرية. والله العظيم يعني نقول لنا الله يعين. عموما بيجي واحد يقول لي لا يعني انت ما تطالبنا، بنطالب بحقوقنا. يا عمي حقوقك في الاخير هي كوره، يعني نبغى ننبسط، نبغى الكوره تكون في الملعب جميله. يقول لك لا نريدها بعداله. المشكله الجو هذا ما ينفع مع كل الانديه. يعني في انديه لو طلع رئيس النادي وقام يتكلم عن لجان وقضايا قانونيه الجمهور يقلب عليه، ما يقبل. بس في انديه اخرى لما تقول الخطاب هذا تجده على المزاج العام. يعني في جمهور يبغى الانجاز ان شاء الله باحتجاج، وفي جمهور لا يبغى الانجاز بابداع داخل ارض الملعب. فسبحان الله يعني شوف الجمهور ناس كذا وناس كذا، وناس عقليات وكذا وناس عقليات وكذا، وكل بعقله راضي. رحب بضيوف حلقتنا اليوم.